تحية السي رشيد. أولا أتقدم بالشكر لقناة حرة بريس والأستاذ أسامة سعدون على استضافته ومشاركته في تنظيم هذا الحوار تحت شعار من أجل الحقيقة والعدالة. والشكر موصول كذلك للأساتذة المشاركين في تأطير هذا الحوار: البشير بن بركاق، رشيد المانوزي، ومحمد بجاجة، تخليدا لليوم الوطني للمختطف 29 أكتوبر الذي يصادف اختطاف المناضلين الكبيرين المهدي بن بركاق والحسين المانوزي. كما أتقدم بتحية تقدير واحترام وإجلال إلى شهداء الشعب الفلسطيني واللبناني، المقاومة الفلسطينية واللبنانية، شهداء الشعب المغربي، عائلات الشهداء، عائلة المختطفين بجول المصير، وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا المقترفة في الماضي والحاضر من طرف النظام المغربي، وكافة المناضلات والمناضلين المتتبعين لهذا الحوار. إننا نحيي هذه الذكرى حتى لا ننسى المختطفين بجول المصير وشهداء الشعب المغربي والمبادئ النبيلة التي ضحوا بحياتهم من أجلها، كالحرية والكرامة والعيش الكريم لكل المغاربة، وناضلوا من أجل مجتمع ديمقراطي خالي من كل أنواع الاستغلال والاستبداد والتسلط تكون فيه السيادة للشعب حتى يتمكن من تقرير مصيره. سأركز في هذه المداخلة على 3 محاور. أولا، تقديم مركز حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في الماضي، التجربة المغربية وتكرار هذه الجرائم. ثانيا، الخصاص الكبير في التجربة المغربية. ثالثا، المهام المطروحة. أولا، تقديم مركز حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في الماضي، التجربة المغربية وتكرار هذه الجرائم. لا بد من الإشارة هنا وحتى لا ننسى أنه منذ الاستقلال الشكلي عرف المغرب الكثير من الأحداث السياسية والهزات الاجتماعية والحركات الاجتماعية ترتب عنها أحداث دموية عنيفة: الريف 58، البيضاء 65 81، مراكش ومدن الشمال 84، فاس طنجة 90، بالإضافة إلى اعتقالات ومحاكمات سياسية شاملة 63 69 71 72 73 77 81 84 86 90 إلى آخره. كما عرف تاريخ الصراع بالمغرب كذلك أسلوب الاختطاف، الاغتيال السياسي والنفي الاضطراري. لقد صاحبت هذه الأحداث وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المغرب منذ سنة 1956، وتنوعت من حيث طبيعتها ودرجة عنفها وآثارها وأبعادها، وشملت الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، الإعدام خارج نطاق القانون، التعذيب الوحشي المفضي إلى عاهة مستديمة أو الموت، المنفى الاضطراري أو الاختياري هربا من الاضطهاد السياسي، المحاكمات السياسية الجائرة، الحصار ونزع ومصادرة الممتلكات، الاغتصاب الممارس على الضحايا وخاصة النساء. كما شملت هذه الانتهاكات الأفراد والجماعات والمناطق بأكملها. لقد اتسمت هذه الانتهاكات بالاستمرارية والشمول، وشكلت نمطا ونهجا ثابتا واختيارا سياسيا للدولة في مواجهة الحركات السياسية المعارضة والحركات الاحتجاجية الشعبية، وما تعامل النظام مع الحراك الشعبي بالريف وجرادة واستمرارية الاعتقال السياسي التعسفي إلا دليل على استمرارية الماضي في الحاضر. كما شكلت أيضا جوابا رسميا على المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المغربي في الماضي والحاضر لكي يتسنى للنظام وخدامه نبذ خيرات الشعب وكبح طموحاته المشروعة. لا بد من التأكيد على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا رغم مرور أكثر من 20 سنة على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، التي سوقت على أنها تندرج ضمن إطار العدالة الانتقالية. إن النضال من أجل الحقيقة والعدالة وعدم التكرار والقضاء على التعذيب يندرج ضمن النضال من أجل الديمقراطية والتغيير الحقيقي، لأن مفهوم العدالة الانتقالية يركز أساسا على العدالة والانتقال من حكم تسلط استبدادي إلى حكم ديمقراطي عبر تطبيق مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية تعالج من خلالها ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والغاية من هذا هو عدم التكرار. إن الانتقال الذي شهدته السلطة سنة 1999 لم يغير جوهر الحكم لدى النظام المغربي، وبعبارة أخرى لم يشمل المغرب
الانتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم ديمقراطي، بل التجربة المغربية أنجزت في ظل استمرارية نفس النظام، والنتيجة أن التكرار لا زال قائما، وجزء كبير من الحقيقة لا زال غائبا أو بالأحرى مغيبا. أما المحاسبة والقصاص وذكر أسماء المجرمين والجلادين فقد أصبحوا من الممنوعات، المادة 6 من الظاهر المحدث لهيئة الإنصاف والمصالحة. كما نسجل أيضا أنه لا يمكن إصدار العفو لمنع الملاحقة القضائية في الجرائم ضد الإنسانية. ففي التجربة المغربية فإن رئيس الدولة أصدر عفوه عن جميع المسؤولين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في هذه الانتهاكات، ومن بينهم الجلادين، بالإضافة إلى سن قانون يقضي بتمتيع العسكريين بالحصانة. إن هذا يبين بالملموس مرة أخرى مدى تناقض التجربة المغربية مع مبادئ حقوق الإنسان الكونية، وكذلك مبادئ العدالة الانتقالية، وذلك بمنطق الخصوصية المغربية. إن التجربة المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المحاسبة والقصاص، بل الأخطر من ذلك أنها أسست للإفلات من العقاب في جميع الجرائم ضد الإنسانية السياسية الاقتصادية والثقافية. ثانيا، الخصاص الكبير في التجربة المغربية إننا نخلد هذه الذكرى ومؤسسات النظام الرسمية وشبه الرسمية كوزارة حقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدرت تقاريرها بخصوص الاختفاء القسري، وآخرها التقرير الأولي المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة الأممية المكلفة بالاختفاء القسري، وكلها تنحو نفس المنحى، ألا هو إخبار الحقيقة حول الاختفاء القسري. تارة تدعي أن عدد الحالات العالقة هو 9، ثم انخفضت إلى 6، والآن وصلت إلى 2 حالات حسب التقارير الأخيرة، ومن ضمنها التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم للجنة المعنية بحالة الاختفاء القسري. فعوض مواصلة البحث والتحري لمعرفة الحقيقة، نصبت نفسها ناطقا رسميا باسم النظام ومدافعة عنه، وخصوصا أمام المحافل الدولية لتلميع صورته. إن الدولة المغربية لا تكلف نفسها عناء مواصلة البحث عن حقيقة الاختفاء القسري واستشهاد الشهداء وهم في ضيافة الأجهزة القمعية للنظام الاستبدادي، ومحاكمة الجناة المتورطين في الاختطافات والتعذيب والقتل، بل تعمل المستحيل لطمس الحقيقة وإغلاق الملف. كذلك نخلد هذه الذكرى والتكرار لا زال مستمرا من قبيل الاعتقال التعسفي، التعذيب، المحاكمات السورية. اليوم وبعد مرور أكثر من 10 سنوات على صدور تقارير هيئة المتابعة لسنتي 2009 و2010، وبعد العديد من الوعود بنشر التقارير عن نتائج اشتغال لجنة المتابعة في مرحلتها الثانية، يظل الكشف عن الحقيقة غير مكتمل بالنسبة إلى أزيد من 500 حالة بدل حالتين كما تدعي كل التقارير الرسمية وشبه الرسمية. وفي هذا الصدد نفتح قوس لنذكر بأن التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الأممية المكلفة بالاختفاء القسري تطالب فيها الدولة المغربية بمواصلة البحث عن الحقيقة والحفاظ عن الذاكرة ومحاسبة المجرمين وجبر الأضرار الفردية والجماعية ضمانا لعدم التكرار. كما نذكر أيضا بأن مجموعة العمل ضد الاختفاء القسري GTDF تتبنى إلى حدود الساعة 150 حالة اختفاء قسري في المغرب. هذا بالطبع لا يشمل إلا الحالات التي توصلت بملفات حولها. إن من أبرز النواقص والقضايا العالقة المسجلة على التجربة المغربية أثناء معالجتها لملف ماضي الانتهاكات هي عدم وجود الإرادة السياسية للدولة مواصلة التحريات لمعرفة الحقيقة، بل تعمل المستحيل لطي الملف نهائيا، مستعملة التغليط وتحريف المعلومات للوصول إلى نتائج تتناقض مع واقع الحال. معرفة الحقيقة لا زال ينقصها الكثير، وخصوصا بالنسبة لضحايا الاختفاء القسري مجهول المصير. العفو عن الجلادين وحصانات العسكريين في تناقض فاضح مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب. محو آثار الجريمة والضرر الذي لحق مواقع الذاكرة في تناقض مع مبدأ الحفاظ الإيجابي للذاكرة. عدم تقاسم الحقيقة حول ما جرى، وعدم تحديد المسؤوليات وشرح الوقائع وأسباب الاختطافات والوفيات. عدم الانتقال من نظام استبدادي متسلط إلى نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب. استمرارية النظام في ارتكابه للجرائم ضد الإنسانية. انشغال المسؤولين بتسويق التجربة دوليا عوض الانشغال بالتسوية الحقيقية الشاملة للملف، مما أضاع الكثير من الوقت وسبب الكثير من التعذيب والآلام
والإحباط داخل حركة الضحايا، إغلاق الملف مع إصدار تقارير غير مطابقة للواقع ومتناقضة عوض مواصلة التحريات. وفي الأخير المهام المطروحة، إنه من بين المهام المطروحة علينا الآن العمل على تأسيس وإنشاء الآلية الوطنية للحقيقة واستنفاذ شروط المصادقة على بقية مقتضيات الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، الاستمرار في النضال والمرافعة وطنيا ودوليا وخلق رأي عام وطني ودولي مساند، العمل على الرد على التقارير التي تصدرها الدولة ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، العمل على عقد المناظرة الوطنية الثانية، العمل على الكشف عن مصير المختطفين مجهولي المصير وإطلاق سراح الأحياء منهم، الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابستها، رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية، التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، الحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية ونخص بالذكر ضحايا أزمات، مواصلة النضال ميدانيا بتنظيم مسيرات ووقفات وقوافل من أجل الذاكرة وعدم التكرار، ملائمة التشريع الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية المجرمة للاختفاء القسري، المطالبة بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وسحب قانون العفو العسكري كونه لا دستوري وتعارضه مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، العمل على شكرا، العمل على إقناع التنظيمات السياسية والنقابية الاهتمام بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وربطه بالنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية تكون فيها السيادة للشعب، العمل على توحيد النضال بين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي الأخير العمل على جعل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر شأنا مجتمعيا ولا زال مفتوحا لأن الحقيقة لا زالت غائبة أو مغيبة، خاصة مصير المختطفين مجهول المصير، والاعتقال السياسي لا زال مستمرا، والذاكرة يطالها النسيان والتدمير، والتكرار لا زال مستمرا، والإفلات من العقاب لا زال قائما، وموعدنا يوم الثلاثاء 29 أكتوبر أمام بالرباط أمام محطة القطار الساعة 7. وشكرا.